السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل احسن طريقة لتتبيلة اللحمة بتاعة الحواوشي واحلى رغيف حواوشي هتاكلوه في حياتكم. طريقة وتتبيلة تحفة، وهيبقى طالع معاكم جوسي زي ما انتوا شايفين، واللحمة طعمها حلو قوي قوي قوي. انا كنت مستخدمة كيلو لحمة، جبت عليه كيلو الا ربع بصل، وعليهم قرنين فلفل اخضر كبار، وقرن فلفل حامي واحد ده اختياري، وطماطميتين كبار. اخدت اللحم بتاعهم اللي بره، ما اخدتش البذر ولا المية اللي جوه. وبعدين فرمتهم كويس في الكبة وحطيتهم على اللحمة بتاعتي عليها نسبة دهون شوية. حطيت عليها بهارات الحواوشي من شركة ويلز دي تحفة، وعليها ملح يا جماعة عشان تظبطوا الملح. وحطيت معلقة كبيرة مليانة من البيكنج باودر، لان الخطوة بتاعت البيكنج باودر دي بتخلي اللحمة فلافي ومش مكتومة، وبتخليها هشة كده وجميلة. وحطيت نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة كمون، نص معلقة سبع بهارات، ونص معلقة ملح، علشان التتبيلة بتاعت الحواوشي عليها ملح، فظبطوا الملح براحتكم. لازم نقلبهم كويس. انا هنا عجنتها بايدي كويس اوي لحد ما اتسمغت كويس كده مع بعض، وسبتها في التلاجة اقل حاجة ساعتين. ممكن تحطوها من قبلها بيوم في التلاجة براحتكم. كل ما هتقعد في التتبيلة اكتر، كل ما هيبقى طعمها حلو اكتر واكتر. وجبت العيش الصغير بتاع الحواوشي، فتحته حتة صغيرة كده بالمقص، وبدأت احط اللحمة فيه. لازم اللحمة ما تبقاش رقيقة عشان ما تنشفش وتتحرق، والعيش يتحرق، ولا تخينة عشان ما تستويش. هي المفروض تكون بالسمك كده، السمك ده هو المظبوط قوي. وجبت الصاج بتاع الفرن، حطيت عليه معلقة كبيرة من الزيت ووزعتها. انا ما بدهنش العيش علشان اللحمة فيها دهون، وانا مش صفيت التتبيله، البصل والطماطم والفلفل اللي ضربتهم في الكبة ما بصفيهمش علشان تبقى جوسي، وما بتخليش العيش يعجن يا جماعة، ولا بيبقى مبلول ولا اي حاجة. ما تقلقوش، بيطلع حلو قوي. دهنتها بمعلقة زيت واحدة، وحطيت بقى العيش بعدها. وكنت مشغلة الفرن على درجة حرارة 200، مشغلة الاتنين شعلتين مع بعض، اللي فوق واللي تحت. بس كانت الصاج قريب اكتر من اللي تحت. لو الاوبشن ده مش موجود في الفرن بتاعكم، ممكن تشغلوه من فوق لحد ما يستوي وياخد لون كويس، تشغله من تحت. وكنت في النص بقلبه. هنا انا كنت بدهن الوش وما بدهنش زيت، هي بس الزيت اللي متبقي في الفرشة كنت يا دوب بمسحه كده في العيش عشان العيش ما يتحرقش ويجلد من فوق. يعني مسحة الفرشة، ما تبلوهاش زيت او تحطوها في زيت ولا اي حاجة. هو الزيت اللي فيها مكان ما كنا بندهن الصاج نمسحه كده في العيش من فوق وبس. بعد كده هندخله الفرن. هو تقريبا بياخد من 15 ل20 دقيقة من تحت، وبعد كده من فوق. يعني ماكسيمم قوي الصاج بياخد نص ساعة في الفرن، مش اكتر من كده. هنا كنت فتحته وقلبته على الوش التاني. انا كنت مقربة من الشعلة اللي تحت اكتر، فعشان كده ما اتحرقش من فوق. وطلع طعمه حلو قوي يا جماعة. انا بحب لما اطلعه احطهم على بعض علشان يطروا بعض وما ينشفوش، وبغطيهم بفوطة او مناديل او اي حاجة تشرب المية، علشان لو غطيناهم بغطا المية هيعمل بخار، البخار ده هيعجنهم قوي. هنا بقى كان طالع حلو وطعمه حلو قوي قوي قوي، واللحمة جوسي بسبب البيكنج باودر. العيش هنا كان سخن، مكنتش عارفة امسكه قوي. الرغيف ما مش ناشف ولا اي حاجة، طالع بيرفكت.